لوس زيتاس من أخطر الكارتيلات في العالم اللي تمكنوا أنهم يحكموا في أجزاء كبيرة في المكسيك بأخطر الأساليب ديال التعذيب والقتل الجماعي والاغتصاب وشي لعيبات اللي ما يمكنش يطيحوا لك في بالك. شكون هاد الكارتيل وكيفاش بان وكيفاش تمكنوا أنهم يديروا ما بغاو في المكسيك لمدة طويلة؟ بعد انتشار الجريمة والمخدرات والطغيان ديال العصابات والكارتيلات في المكسيك، خرجت الأمور على السيطرة وتكلفت الولايات المتحدة أنها تدرب القوات الخاصة المكسيكية باش يقدروا أنهم يحبسوا هاد الشي. ولكن اللي وقع العكس. ديك الوقيته كانت اليد العليا في المكسيك الكارتيل الخليج، يعني قادرين يشريو أي واحد ويخدموا معاهم اللي طاح لهم على بالهم. الشي اللي مكنهم من أنهم يضموا بزاف د الأفراد القوات الخاصة اللي تدربوا في الولايات المتحدة لصفهم. من بعد تعينوا هاد المجموعة اللي جندوهم اللي كيتكونوا 100 عسكري مدربين مزيان للدرع العسكرية للكارتيل الخليجي، وكان الدور ديالهم هو يأمنوا الطرقان والمصالح ويصفيو الحسابات ديال الكارتيل الخليجي. وبالفعل جبتو هاد العساكرية الكفاءة ديالهم ولاو طرف مهم في كارتيل الخليج، خصوصا ملي ما بقاتش خدمتهم كتحبس في العسة، ولكن ولاو كيديروا عمليات تجارية بشكل كامل. ومن هنا بدا ستريس كيطفو على سطح الكارتيل. ملي تعتقل أوسيل كارديناس الزعيم ديال كارتيل الخليج، تولى كل من خورخي كوستانزا وأنطونيو كارديناس قيادة كارتيل الخليج. من هنا بداو القادة الجداد كيقلصوا النفوذ ديال الجناح العسكري باش يردوا شوية التوازن ديال المنظمة، ولكن كان فات الفوت، حيت ولا الجناح العسكري قوي بزاف ما فيه الكفاية انه يواجه كارتيل الخليج كله. في 2007 تعين أربرتو لازكانو أول قائد للجناح العسكري تحت مسمى لوس زيتاس، وهكذا تعلن انفصال بشكل كامل على كارتيل الخليج. في 2010 قتل واحد من كبار لوس زيتاس سيجي إنريكي اللي حتى هو كان واحد من الرؤساء الكبار ديال كارتيل الخليج. وهكذا تعلنت الحرب بشكل رسمي بين كارتيل لوس زيتاس وكارتيل الخليج. هاد الحرب اللي دامت لسنوات حولت كل من ولايات تاماوليباس و فيراكراز لساحة حرب طاحوا فيها بزاف ديال الرواح. ومن هنا بدا كارتيل لوس زيتاس كيطراسيو النفوذ ديالهم بأبشع الطرق ديال التعذيب والترهيب. سنة 2011 دخل لمركز الجيش المكسيكي واحد الراجل عامر دمايات وكيعرج وديكلارا بلي انه كان بين 73 حراق وبقى حتى شي واحد منهم حي من غيره هو. بعد ما وقفتهم مجموعة مسلحة باللباس ديال العسكر، حبسوا الكاميو ديالهم وداوهم بالسز لواحد المزرعة معزولة حدا سان فرناندو. كيقول هاد الناجي ملي وصلوهم لديك المزرعة بطوهم كاملين بالعصا والطرش والغوات ودخلوهم لواحد الهانكار واسع واستفوهم واحد حدا واحد. من بعد عرضوا عليهم الخدمة معاهم في العصابة، ولكن الحراقة حتى شي واحد منهم ما وافق، شي اللي خلاهم يتعصبوا وجبدوا السلاحات ديالهم وبداو كيتيروا على الزمر كامل. ولكن ادخونا اللي نجا تقاس غير في رجليه ودار لهم موت حمار تما تمشى وهو يعلق وقصد مركز ديال الجيش وديكلارا. من بعد توجه الجيش المكسيكي لعين المكان. بالفعل اكتشفوا 72 جثة نزل العين وسط مرجة ديال الدمايات. تقتل في هاد المجزرة 57 راجل و14 المرأة. وموراها في 2012 اكتشفت السلطات مقبرة جماعية في ضواحي مدينة مونتيري فيها 49 جثة بلا راس ولا يدين. من بعد التشريح والتحقيق توصلوا المسؤولين لأن هاد المجزرة مشى ضحيتها 43 راجل و6 د العيالات. وأعلنت السلطات أن لوس زيتاس هما اللي كانوا وراء هاد الجريمة، والدليل على هاد الشيء أنهم لقاو شعار فيه اللوغو ديال الكارتيل مدفون مع الكسدات في ديك المقبرة.
مورا بشي ايامات قليلة اكتشفت مقبرة جماعية أخرى، وكيف العادة الجثث كانوا بلا راس ومشوهين بالجهد. هادشي حدا مدينة غوادالاخارا. واش حبسو هنا؟ اكيد لا. وهادشي اللي قلناه كامل كان غير شوية من داكشي اللي توصلوا ليه الصحافة والسلطات المكسيكية، ولكن راه ما خفي كان أعظم، حيت بانوا اعترافات الضحايا وناس كانوا خدامين معاهم في الكارتيل كيقولوا بلي هاد الناس هادو كيجيبوا الضحايا كاملين وتيحطوهم في رينك، كيقولوا ليهم يتقاتلوا، واللي بقى فيهم حي فراغ يطلقوا سراحو. وكاينين اعترافات اخرين كيقولوا بان هاد الكارتيل فيه لي كانيبال، يعني كيقسيو اللحم ديال الضحايا ديالهم وكيستمتعوا بداكشي. مورا هاد الروينه كامله عرف الجيش المكسيكي باللي ما بقاش كيتعامل مع كارتيل هادي، اكتشفوا باللي هاد عصابه ارهابيه وكتحدى الحكومه بالعلالي. ولكن في الاخر ديال 2012 قدر الجيش المكسيكي انه يفني البرتو لاسكانو، الشي اللي ما قدروش يستوعبوه الافراد ديال الكارتيل. من بعدها شد انخيل موراليس القياده، لكن ما قدرش يسيطر على الوضعيه، ومن هنا بدا الشقاق كيشق الاوسط ديال الكارتيل. ولكن الاخر ديال وحده لوس زيتاس بالضبط كان في 2013 ملي تشد انخيل موراليس. كبرت الشقه اللي كانت في العصابه وتقسم الكارتيل لبزاف ديال المجموعات، واشهر مجموعه هي كارتيل خاليسكو، اي كارتيل سي جي ان جي، اللي مازال لحد الان كيحتفظ على نفس النهج اللي كانت تابعه لوس زيتاس.